الحزبي عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية لقاء مع مفكرين يمثلون النخبة الجزائرية. اللقاء يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب حول مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية. في المتابعة فرح سعف وياسين المعازي. خلال هذا اللقاء الذي تخللته شهادات مصورة حول الأدوار الكبيرة التي لعبها المغرب في معركة التحرير الجزائرية، صبت المداخلة كلها حول حتمية عودة العلاقات بين المغرب والجزائر إلى طبيعتها، وحتمية فوز سياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب حيال جارته الشرقية. المغرب ممثلا في الملك المغربي محمد السادس الذي دائما ما يؤكد على أن أمن الجزائر من أمن المغرب، وأن أمن المغرب من أمن الجزائر، وأنه لن يأتي أي شر من المغرب للجزائريين. أنا أعتقد بأنه فرق ما بين من يمد يد الحب وما بين من يريد أن يصنع الحرب. الخلود لمن يريد الحب والزوال حتما لمن يزرع الحرب، وهذا الذي سنراه وسيحدث، وما قاله الملك سيتحقق يوما ما. واللقاء نتاع اليوم هو يعبر عن أنه الأمل موجود، يعني رغم كل ما يثار ورغم الحرب الإعلامية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر للأسف يعني بنهجه لسياسة عدائية تجاه البلد الجار تجاه المغرب. أعتقد بأنه هناك أمل، ما زال هناك أمل انطلاقا من هذه اللقاءات التي تجمع النخب السياسية الجزائرية المغربية. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والندوات التي ينظمها الحزب مع النخب الجزائرية التي ما فتئت تعبر عن أملها في عودة العلاقات المغربية الجزائرية إلى سابق عهدها. حزب جبهة القوى الديمقراطية كحساسية مجتمعية يلتقي اليوم مع نخبة جزائرية ليعبر جميعا ومعا على أن ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا، وعلى أن الإرادة الملكية في هذا الاتجاه راسخة من أن ترسخ علاقات التضامن والأخوة وحسن الجوار وسياسة اليد الممدودة. وخلال هذه الندوة التي حضرها ثلة من الفاعلين المدنيين والسياسيين وممثلو بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة، خرج الملتئمون بقناعة مفادها أن دوام الحال من المحال، وأن يد المغرب الممدودة نحو أشقائها ستظل كذلك وإن قوبلت بالصد.